وراجعين نكمل وياكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين وإياكم فيما تبقى من فقرات لبرنامجنا لهذا اليوم. ينضم لنا مباشرة داخل الاستوديو الضيف الأستاذ إبراهيم الحديثي مدير فريق الخوة الزينة. أهلا وسهلا بك. حياك الله اخويا، شلون الصحة استاذ ابراهيم؟ شلون امورك؟ حلوة التسمية الخوة الزينة. الحمد لله. ان شاء الله كل اخواتنا زينة. الحمد لله. طبعا هي هاي مسميات يعني تكسب الشباب، يعني تسميات شلون نقول عراقية بحتة، شعبية. شعبية اي نعم، يعني اكيد تكثر ان الانضمام اليها. نعم. نعم. بداية نريد نعرف الخوة الزينة شنو نشاطاتها؟ من وين اجى رحم العمل مالتها؟ وشنو الفكرة اللي كانت أسست بداية لهذا الفريق؟ نعم استاذ، في ظل الظروف الصعبة اللي يمر بها البلد مالتنا، توجهت انظار الشباب الى الطائفية اول شيء والحروب اللي تمر بها العراق. احنا حاولنا، كانت عيوننا على التغيير، حاولنا مسك ايد الشباب العراقي في استخدام السوشيال ميديا، الفيسبوك وتويتر والانستغرام. نعم. قمنا، كان العدد قليل اول شيء على التجمع في الفيسبوك، كان يعني بحيث 5000 شخص. بعدين قمنا يعني تجمع شبابي في الزوراء في محافظة بغداد. بعد التجمع يعني قمنا بالترويج للحملة، قمنا بالترويج للحملة وبث الإعلانات لينضمونا يعني أكثر، يعني أيضا عن طريق التواصل الاجتماعي. نعم، يعني إعلانات ممولة والمهر، يعني احنا من خلال الجروب يعني نحكي لهم إنه على هذا التجمع والهاي. وصل عدد 55,000 شخص. حلو. قررنا أنه نسوي مهرجان وتجمع لتأسيس الحملة. قمنا بتأسيس الحملة في سنة 2009 كانت هاي الحملة. بعدين وراها أسسنا صندوق مالي، طبعا الدعم ذاتي من يعني لا جهة حكومية ولا حزب ولا أي حزب سياسي يدعمنا. نعم. هو شنو أصلا أساس الفكرة، يعني أن تدعمون الفقراء؟ نعم، هسه أجيك بالحملات. نعم. أول حملة اللي قمنا بها زيارة دار الأيتام وتوزيع الهدايا عليهم. وراها الحملة الثانية قمنا بزيارة مستشفى السرطان للأطفال، توزيع الهدايا عليهم. وراها قمنا في محافظة الناصرية بتجهيز سلات غذائية للفقراء والأيتام والمساكين. جميل. بعدها بدأت عمليات النزوح من محافظاتنا. قمنا بحملة كبيرة في بغداد بتجهيز 1500 سلة غذائية في منطقة العظمية، لأنها الثقل الأكبر للنازحين، ومنطقة الحرية والغزالية والعامرية. نعم. بعدها قمنا في شهر رمضان المبارك بوجبات غذائية للنازحين في بغداد، بالأعظمية والحرية فقط. نعم. بعدها في محافظة البصرة قمنا هم بحملات للفقراء وحملات أخرى يعني بكل المحافظات اللي موجودة. نعم. عندنا. هذه الحملات وهذه النشاطات منين تمويلها؟ تمويلها ذاتي من الشباب فقط. يعني احنا عندنا صندوق نجمع به، يعني عندنا صندوق ما يعني بكل محافظه لنا شخص، يعني هو من خلال تجمعه هو يخلي بهذا الصندوق، بعدين تتحول كلها اذا عندنا حمله باي محافظه تتحول هاي المبلغ اليه، يعني ايش قد يحتاج مبلغ احنا. شوف ايش قد نسمع يعني اكو حملات تطوعيه خيريه، كل هاي الحملات يقودوها الشباب، ما فد يوم سمعنا حملة تقودها فتاة، شنو السبب؟ فعلا صحيح. فعلا يعني هسه احنا فريقنا ما بي اي شاب يعني او بنات، فقط شباب. هل انتم متى تقبلون لو اصلا متى يقدموا لكم؟ انتم اذا تفتحون مثلا انه نحتاج ويانا فتيات ويانا يشاركون العمل، راح يجونا طبعا اكيد. يعني كم مره انعرض علي انه يعني يجون فتيات، بس الشباب اللي ويانا رافضين هاي الفكره. ليش؟ ما اعرف. ليش يعني رافضين مبدا التعاون اساسا؟ لا، مو مبدا التعاون، فانا يعني اقول لك اكو يعني جزء بنات، يعني احنا نطلع يعني مثلا طريق طويل او شيء او حملات يعني خلاص خليهم هم يروحون حملات مثلا لدعم مثلا الايتام، مثلا النساء يروحون على النساء. ممكن يكونون في محل تنظيم تنسيق لحملاتكم، مو بالضروره ان يخرجون وياكم. نعم صحيح، بس يعني هم الفكره انه الشباب هي هاي العنصريه موجوده بطريقكم. اللمسات النسائيه ترى لما تحضر لك السله الغذائيه ولا ترتب لك، ترى يعني ما تقارن بالرجل صراحه. نعم صحيح، بس هم يعني الشباب يعني هم تلقى احنا عندنا
يعني مجموعات يعني من عندنا هم يرتبوها هناك، يعني عندنا بيت من جماعتنا نرتب به الشغلات والهاي. ان شاء الله يقتنعون وينضمون لكم. لا ضروري جدا ان يكون العنصر النسوي حاضر. واول واحد ينضم وياكم ست صفا. ان شاء الله ان شاء الله. رديت اسالك عن الافكار، يعني مثلا منو يطرح الموضوع، كيف يتم بلوره الموضوع، الفكره كيف تاسسوها مثلا بالنسبه للحمله اللي تنون ان تقومون بها؟ الحملات اللي نقوم بها يعني اكو مثل المدراء القوامين على الجروب، يعني مثل انا وياي بعض اشخاص ناب، يعني نشوف احنا طبعا مسجلين بوزاره الشباب والرياضه، فعندنا حملات يعني نقوم بها. اي حملات مثلا نطلع يعني نشوف مثلا شخص محتاج او شخص يجي علينا يقول لنا انه اكو شخص محتاج، او حمله مثل تنظيف شارع حلو، او يعني صبغ اماكن او شيء. يعني قمنا بحمله للمدارس في بغداد تصليح الرحلات الدراسيه والمقاعد الدراسيه، هم قمنا بها، يعني هذا شيء حلو. اذا عندكم نشاطات بالمعاهد والكليات، اقمتم كثير من المهرجانات او التجمعات او الحملات؟ نعم قمنا بمحافظه البصره، وقام بتكريمنا منظمه دوليه ما اذكر اسمها. سويتوا هناك النشاط اللي كان؟ النشاط اللي هناك كان يعني مهرجان بالكليه بنبذ الطائفيه. حلو. نعم. لان تدري يعني احنا المجموع هسه لحد الان اللي وصل هسه 154,000 شخص. كلهم فاعلين؟ لا مو كلهم متفاعلين يعني تدري بكل المحافظات اكو ناس يعني ما عندها او شيء، يعني احنا دعم. انت 154,000 مو على الفيسبوك؟ اي نعم. تدري على الفيسبوك يعني مو كلهم متفاعلين، يمكن 10%. بيهم نساء لو ايضا لا فقط شباب فقط. حتى بالفيس. حتى بالفيس؟ اي حتى بالفيس. هاي مو خوه، هاي مو زينه الخوه مالتكم. مو خوش خوه. طيب بالنسبه للجهود، يعني الجهود الذاتيه بالنسبه للشباب، كل شاب يقدم مساعدته حسب هو امكانيته، حسب طاقته، لو تقسمون الموضوع؟ لا هو حسب امكانيته، يعني اللي مبلغ اللي يقدر يدفعه يعني ينطيه. بالنسبه تطرقت لموضوع حمله السلات الغذائيه وتوزيعها وتوزيع الوجبات الغذائيه للصائمين في شهر رمضان، بالنسبه للتجار، تجار الجمله وغيرها، اصحاب المحلات، تعاونوا وياكم؟ اي نعم يتعاونون ويانا، يعني ينطونا او ينقصونا من السعر. يعني دائما اكو تجار، حتى يعني مره بمحافظه اربيل انا كنت اقود حمله وقمت بها الحمد لله على المخيمات مال النازحين، ونجحت هاي الحمله. تتعاونون مع باقي المنظمات؟ مثلا عندنا منظمات المجتمع المدني، عندنا منظمات اليونسكو، عندنا الامم المتحده، كثير من الاشياء تدعم، ممكن تتعاملوا وياهم؟ نعم. صار اكو تعامل؟ صار لا بس بالمنظمات اللي داخل منظمات المجتمع المدني او الحملات الطوعيه اللي موجوده داخل بغداد، يعني مهرجان الاخير ابداعات شبابيه بمنطقه الكاظميه حصلت شهاده شكر وتقدير من المركز الوطني للعمل الطوعي. طبعا الشكر موصول للست ميسون اللي هي الداعم الاول للشباب في هذا الموضوع. حلو. نعم. شنو طبيعه المهرجان اللي قدمته؟ لا اللي قدمناه يعني وزاره الشباب والرياضه، المركز الوطني للعمل التطوعي هو اللي قام به. فيعني احنا من المشاركين. دوركم بشنو ساهمتوا؟ شنو شاركتوا؟ ساهمنا بازار، يعني بازار يعني الاعمال الشبابيه اللي موجوده، اكو رسامين ونحاتين اللي موجودين ويانا، والرعي مالتها للفقراء. اي نعم، يعني هاي المبلغ اللي نحصله يعني نقوم احنا نخليه بالصندوق وبعدين نقوم بحمله. طبعا عندنا حملات ان شاء الله قريبه في الايام القليله المقبله. هذا تعلن عنها من خلال القناه؟ ان شاء الله راح نقوم الفريق التطوعي اللي موجود بمحافظه الانبار بتنظيف اماكن من مدينه الرمادي ان شاء الله، والمناطق اللي اخرى اللي يعني بعدها تتحرر ان شاء الله. شيء جميل. انا عندي سؤال، انه انتم عندكم كل واحد بيكم يذهب مبلغ من المال وبالتالي تجمعوها وتروحون تسوون الحمله، هل هذه يعني الجهود الشخصيه يعني راح يكون المبلغ زين ولا يعني حتطلع مبالغ بسيطه؟ لا تطلع مبالغ كبيره؟ نعم. ما شاء الله. نعم. لان تدري يعني انت عدد كبير يعني بكل المحافظات، يعني اذا اجمع لي من كل شخص مبلغ يعني يجمع. جيد. يعني يعني اقصد الفلوس اللي تجمعوها لا باس بها انه فعلا تسوي. نعم لا باس بها يعني وتبقى منها زادا نخليها نثريه موجوده يعني مواصلات او شيء. نعم. عندكم مكتب؟ لا. ردت اسالك، يعني احنا دائما ما نسلط الضوء في برنامجنا على الشباب وعلى ابداعات الشباب وطاقاتهم وهي الحملات الجميله اللي ينظموها. اكو بعض مثلا الفرق هي عندها تواصل مع منظمات المجتمع المدني، عندها تواصل مع وزاره الهجره والمهجرين، وزاره حقوق الانسان، اكو تواصل ما بينكم وبين هذه الجهات؟
عندنا تواصل، انا عندي تواصل مع يعني وزاره الشباب والرياضه اول باول، يعني كل مهرجان يعني يتم استدعائي يعني النواب اكو يعني هم يعني يتابعون الموضوع ويانا، اذا نحتاج شيء او هاي يعني يدزون علينا. يعني باقي الوزارات باقي الجهات المعنيه يعني انا مثلا هسه اذا دارت اطلع حمله اي شيء اريد اخذ انه كتاب من وزاره الهجره اوديه لاي دائره او لاي وزاره، هم يتعاونون وياي طبعا. اكو تعاون؟ اي نعم اكو تعاون. حلو. اكو امل انه الفريق يكبر بعد؟ طبعا اكيد ان شاء الله. اكو امل ينضمون النساء؟ لا. لو قنعناهم الشباب؟ لا ماكو امل. المفروض انا ما اسوي وياك لقاء، المفروض انسحب. بس انا اسوي لقاء وياك. أردنا نسألك حول أن الفرق الشبابية اللي موجودة الآن وكثرتها بالفترة الأخيرة، شنو السبب اللي أدى إلى ظهور كثير من الفرق من ضمنها فريقكم ونزول الشارع وإغاثة النازحين وإغاثة الفقراء؟ شنو السبب اللي أدى إلى ظهورها فجأة وبهذا الكم الهائل؟ عدد النازحين يعني مو قليل اللي نعم. موجودين بكل الأرض، يعني ايش قد الحكومة ما تقدم لهم، فيعني هو هذا شيء بسيط. فبعدين قامت يعني الحملات الطوعية يعني هواية تقدم يعني ولو شيء بسيط، يعني تقديم لهم بالمخيمات اللي موجوده ببغداد او باربيل او بالسليمانيه او في كركوك. اكو هم يعني هواي حملات تطوعيه وانا اعرفها طبعا ومتواصل وياها اول باول. فتدري يعني انت قد ما يقدمون لهم الحكومه العراقيه يعني شيء قليل انت. نعم. نعم. حمله قدمتوها او مكان زرتوه انت والفريق وبقى عالق في ذهنكم بعض تفاصيله وحبيتوا ان تكررون التجربه؟ منفذ بزيبز. الله بزيبز معاناة. ها؟ معاناة وايد حيل يعني اخذنا سلات غذائيه وكميات كبيره بالنزوح الاخير اللي صار من الرمادي يعني. نعم. قمنا يعني حمله كبيره كلش رحنا منها من بغداد، يعني جهزنا سلات غذائيه ويعني اكل ومواد يعني اخرى، ملابس. نعم. كملابس وهاي اللي قدرنا يعني سوينا، او ناس كفلت ناس يعني من ناس كانت الا كفيل. كان الا كفيل. نعم. اللي قدرنا ساعدنا، اللي اخذناه لبيتنا واللي اخذوه الشباب لبيوتهم وبعدين دبروا لهم مكان قعدون به، واكو هوايه من الشباب يعني قعدوهم يعني ببلاش او يعني شلون نقول مجاني. والحمد لله. حلو هذا التكاتف. مساعدة حلوة. يعني فريق الاخوه الزين وباقي الفرق لما كل واحد يشتغل من موقعه اكيد راح يعني ما راح نقول نقضي على الازمه، حتى وان كان هامشي قد يكون مساعده طفيف لكن بها خير. المهم لها بصمه موجوده. نعم. نعم. طيب بالنسبه بشكل عام لما تعلنون عن طريق التواصل الاجتماعي انه انتم تنظمون حمله تهيئون لحمله حتى تجمعون تبرعات، التبرعات من النساء ايضا هي مرفوضه؟ لا مو مرفوضه. اهم شيء فلوس. لا الفلوس مفتوحه. لا مو مرفوضه. اكو يعني هوايه مثل يعني بالكليات او بالمعاهد او هاي يعني موجوده عندي جروبات انا يعني اتواصل وياها عادي، يعني اخذ من عندها عادي. ما حد اقترح عليكم انه انا دا اتواصل وياكم دائما ودا اساهم بحملاتكم وبالتبرعات، اريد انضم وياكم؟ بس هي يعني الفكره مرفوضه من الشباب يعني. بس هذا المبدا ما اعرف يعني انتم تشوفوه صحيح من وجهه نظركم؟ يعني من وجهه نظري لا يعني اتمنى يعني اذا سووا فريق ثاني اسمه الاخوات الزينات مثلا، يعني بس نساء يتخصصون بس يعني يزورون زيارات تصير نسائيه لمثلا النازحات وللفقيرات يعني اكو تفاصيل ما يقدر يعني ممكن المراه ان تهتم بها. نعم صحيح. بالنسبه للعنصر النسوي ان شاء الله نطرق هذا الموضوع ونشوف ان شاء الله ينجح. بالنسبه للعدد اللي رافض الموضوع هل هو اكثر من العدد اللي متقبل الفكره؟ اي طبعا. اي نعم. يعني اكثر الهاي يعني حتى اكو مرات يطلبونهم انضمام للجروب واحنا نقبلهم يعني. نعم. فقط يعني قلت لك بس شباب حصل. يلا فيكم بركه. التواصل مع اي فرق تتواصلون؟ اكو فرق مثلا اغاثيه، فرق تعاونيه تنظم حملات، اكو تواصل بينكم وبينهم؟ اي نعم اكو منظمات المجتمع المدني يعني موجوده هوايه اتواصل وياهم اني، اذا عنده نقص او شيء يعني مثلا بالحمله مالته او فريقه يعني ازود جانب. محافظه بغداد ترى يعني تدعم هكذا يعني حملات. نعم ممكن انتم يعتبر منفذ لكم مادي او عيني او حتى معنوي حتى يغطون او تسهيلات لحملاتكم. نعم يعني شفناها بالحمله تنظيف شوارع بعد زياره الامام موسى الكاظمي، يعني حملات تنظيف شوارع ببلديه الكاظميه يعني كان لها تعاون ويانا يعني كل الزين. حملات الانبار راح تشاركون بها بشكل فاعل، تعرفون الان هسه الرمادي تحررت ويحتاج لها
يعني تنظيف، يحتاج لها اعانات الى اخره، واغلب الفرق الشبابيه بدات تشتغل، حتى لو صار هذا الظرف في البصره راح يروحون للبصره، فاكو تحرك، اكو تحرك. طبعا اللي عندي الفريق اللي موجود بمحافظه الانبار كلش كبير. نعم. يعني وانا دا اعمل عليه ان شاء الله انه حمله قريبه نطلع ان شاء الله لمحافظه الانبار. نعم. يعني التنظيف. ايش قد الفريق راح يكون؟ يعني العدد مالته؟ اي يعني حوالي 2000 3000. اي حلو. يعني تنظيف وهذه الاشياء. اي نعم. تعرف يحتاج تضافر جهود صح. كل الفرق الشبابيه وجهود الحكوميه واهل الانبار في سبيل انه تنظيف، لانه المحافظه شويه تعبت الفتره الاخيره. نعم. ان شاء الله يعني نقوم بها، او يعني رسومات او شيء، يعني ان شاء الله ابداعات عندنا. طبعا عندنا مبدعين بالجروب يعني كبناء. هو انا بديت اسالك يعني الجروب شو يضمن مثلا مهن من مواهب؟ يعني هو الاغلبيه طلاب، اكو عندنا يعني مجموعه دكاتره، يعني يضم تدرين انت عدد كلش كبير، يعني فيضم يعني مختلف المهن. نعم. اي نعم. يعني عندنا فنانين يطلعون على القنوات، وكل من يساهم حسب اختصاصه. كل من يساهم حسب اختصاصه. رسامين، عندنا مصورين، رسامين، نعم، يعني مبدعين، نحاتين، عندنا همات يعني موجوده. لما تنظمون حمله تاخذون من كل اختصاص، يعني شخص من كل اختصاص؟ اي نعم. يعني مثل هسه المهرجانات اللي يقومون بها ببغداد، يعني مثل مهرجان الابداعات الشبابيه. نعم. اخذنا الابداعات اللي موجوده يعني بالداخل، تمثل الفريق. اللي تمثل الفريق وشاركنا بها. اكو مهرجانات اخرى ان شاء الله هم يصير اكو تنويع بكل مهرجان. نعم. تشارك مجموعه. نعم. يعني قبل اسبوعين كانت مهرجان لتصوير فوتوغرافي، هم شاركنا به المصورين مالتنا، والحمد لله نجحوا وحصلوا على شهادات، وهاي كلها لنا بصمه يعني للفريق. نعم. طبعا رساله اخيره انت توجهها للحكومه او الى الشباب، حابب توجهها، شو تقول لهم؟ يعني اتمنى من الشباب انه يساعدونا اكثر بعد. نعم. وينضمون الينا اكثر بعد عدد الشباب. نعم. الحكومه العراقيه يعني تدعمنا، يعني ما اريد دعم اموال او شيء، يعني فقط دعم وسهل تسهيل امور يعني، او نقل يعني وزاره النقل. وبالنسبه للنساء ما لكم اي علاقه بفريقهم، لا تتقربون يم فريقهم لانه رافضين الفكره. لا ان شاء الله نطرح الفكره ان شاء الله. شنو ان شاء الله لازم تطرح الفكره. ان شاء الله نطرح الفكره. يحبون ترى بنات يشاركون وياكم يعني. اي نعم والله انا شايف يعني هوايه يعني جنب الاجر مع اخوها الرجل في سبيل انه يعني يؤدون شيء، يحسون بيقدمون شيء للمجتمع. يعني لها دور مهم بالمجتمع، المرأة العراقية خصوصا بظل هاي الظروف اللي احنا دا نعيشها، فتواجدها في كل مكان ضروري جدا. نعم صحيح. طبعا نشكرك احنا في نهاية المطاف، يعني سعيدين بوجودك ويانا ونشد على ايدك، وسعيدين جدا بهذا العطاء اللي تقدموه انتم كشباب. اشكرك ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، تحياتنا لك وتحياتنا للفريق. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام مستمرين وياكم بعد هذا الفاصل الانشودي. اذا اعزائي المشاهدين، من قبل قليل نوهنا حول الجيتار وطريقه